عودة السلطان إلى أحضان وطنه وبين أهله وذويه، رافعا مشعل الحرية والاستقلال، تاليا قوله تعالى بكل اطمئنان واعتزاز: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نعم إخوة الإيمان، ما كان لذلك أيها السادة، هذا النهوض هو ما اضطر المستعمر إلى الإذعان لمطلب عودة السلطان إلى أحضان وطنه وبين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. للناس أجمعين وعلى آله وصحبه أئمة الهدى والدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، أما المناسبة الثانية التي يخلدها الشعب المغربي في 21